فاكر لما اتكلمنا في فيديو قبل كده عن تعدين العملات الرقمية؟ العملية دي بتعتمد على نظام اسمه Proof of Work أو إثبات العمل. النظام ده زي سباق بين آلاف الأجهزة اللي بتحل مسائل معقدة، وأول جهاز يحلها بيضيف بلوك جديد في البلوكشين وياخد مكافأة، بس الطاقة اللي بيستهلكها النظام ده مهولة جدا، وعشان كده ظهر نظام جديد اسمه إثبات الحصة. هنا مفيش تعدين ولا مسائل رياضية، بدل كده المستخدمين بيقفلوا جزء من عملتهم الرقمية داخل الشبكة، وده اسمه ستيكينج. بمعنى إنك بتقول أنا واثق في الشبكة دي وبحط جزء من فلوسي فيها كضمان. بعدها النظام بيختار بشكل عشوائي واحد من الناس دي علشان يتحقق من المعاملة الجديدة، وكل ما يكون عندك عملات أكتر محجوزة فرصتك تزيد، زي سحب ينصيب لكن بالجوائز الرقمية. ولو حاولت تغش أو تكسر القواعد جزء من عملتك بيتسحب منك. النظام ده بيستهلك طاقة أقل بكتير وبيخلي المعاملات أسرع وأكتر أمانا وصديقة للبيئة. يعني باختصار Proof of Work سباق أجهزة، أما Proof of Stake فهو تصويت بالثقة بين المستخدمين. هدفهم واحد، يحافظوا على أمان والأمركزية عالم الكريبتو. لو حابب تتعلم عن عالم العملات الرقمية بطريقة بسيطة وسريعة، اشترك دلوقتي في قناة كريبتو بالعربي وتعلم الكريبتو في 60 ثانية فقط.